هو الراجل بيخون امتى؟ عشان الفضول، الإثارة، تأكيد الذات، الإحساس بالقدرة. المرأة بتخون امتى؟ عند الاحتياج، التعويض، واستعادة قيمتها الذاتية. شفت الفرق؟ احنا قلنا قبل كده ان اول سؤال بتفكر فيه الست لما بتتخان: انا ناقصني ايه؟ الاقي عميلة عندي مثلا اثناء الجلسة تقول لي: انا عامله له كل حاجة يتمناها اي راجل. طب خاني ليه؟ بنسبة 90% هو ده السبب، انك عامله له كل حاجة عشان التعلق الضاغط ده، عشان شبعت العلاقة مشاعر أكتر من اللازم. انت نزعتي التحدي والصعوبة من العلاقة، بقيتي شيء متاح. حاجة تانية احتكيت بيها برضو أثناء الجلسات، تلاقيها هي رومانسية ومشاعرها جميلة وبنوتة عايزة تعيش قصة طبيعية، وهو بيقلل من مشاعرها ويصدها، وفي بعض الأحيان يتطاول على كرامتها ويتنمر عليها ويهينها. تخيل إحساس المذلة ده. وطبعا نفس النتيجة، نفور، ما بيبقاش طايقها. كل إنسان عنده عتبة نفسية قبل ما يسمح لنفسه بالخيانة. عند الراجل العتبة دي يعني واطية شوية كده. ليه؟ لأنه يقدر يفصل العلاقة الحميمية عن المشاعر. بتبقى الخيانة بالنسبة له تجربة، يعني نجرب السمرة، دي البيضة، المسترجلة، الريفية. وده يفسر ليه الست بتتدمر حرفيا من خيانته وهو ولا هنا، وينكر ويقول لها انت مكبرة الموضوع ليه، يعني عادي دي واحدة. فالراجل مش بيدور على واحدة تحل محلك، هو بيدور على مغامرة، على شعور جديد يعيشه، يحس معاه انه حد مهم وفتك ومفيش منه. فلما تحصل خيانة في بيتك، شوفيها من منظور الراجل ورغبته في اللعب الأول، مش من منظور الست اللي عندها إن الخيانة قطع رقبة. م? وده مهم عشان تعرفي تعيدي حساباتك قبل ما تاخدي أي قرار، سواء هتكملي في العلاقة أو هتنسحبي منها.